على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم وأهلا بكل الإخوة الأحباب اللي منورينا. وفي حاجات خطيرة جدا سبحان الله. لا شك إحنا بنعيش دلوقتي وقت ظهور الإمام المهدي وبيت دلائل. رسالة مهمة من أخطر الرسائل اللي كانت موجودة عندي. هي مش الرسالة دي، هي في رسائل منها كتيرة جدا جدا، ولكن الأستاذ خالد ورغم هو في ظروف مرضه وهو اللي وصل لي الرسالة دي، وكان متابع ساعتها الفيس، وأول مرة كنت أتعرف على الشيخ وعدم ذكر أسامي. رجل كبير في السن في بلاد الحرمين. الراجل ده كان شغال محافظ للقرآن، وكان بيدرس وبيدرس القرآن الكريم، وهو 67 عام من عمره. هنقرأ لحضراتكم الرسائل الخطيرة اللي محدش سمع عنها حاجة، بس اللي خلاني اهتم واقول لكم محتويات الرسالة اللي موجودة دي ان فعلا الكلام ده اتبعت لي. كان في شهر كام؟ شهر 10 العام السابق اللي فات، في شهر 10 في عام 22. احنا في شهر كام؟ 8. يعني بقالها بالظبط 10 شهور. تخيلوا بتتكلم على اللي بيحصل دلوقتي بالتفصيل الممل. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي رسالة أنا كتبتها، أنا اللي كاتب الجزء ده، رسالة من رجل حكيم. الرسائل دي كلها سبحان الله كان وهو يختلي بنفسه وقاعد في مكانه. هو الراجل ده توضيحا ليه ما بينزلش من البيت إلا للصلاة فقط، قاعد كل وقته في مكانه الذكر وقراءة القرآن الكريم. هو عنده 67 عام، رجل يعني هو تحفظ على اسمه، واللي انا انشر صورته. لو حضراتكم شفتوا صورته، يمكن انا مش هقدر انشر الصورة عشان ده طلبه واحتراما ليه طبعا، ولكن الكلام اللي انا اقراه هيبين، ممكن يظهر الصورة من غير ما تشوفوها. رسالة من رجل تردد كثيرا ان يقصها على حضراتكم، ولكن مع الحاح وتكرار الرسائل وامر ان ينشر هذه الرسائل، وبالاخص ليك انت يا ابو عبد الرحمن. بيقول بقى بالتحديد الكلام ده من الرسائل دي اللي انا بقراها لحضراتكم من شهر 10. بيقول: العجب العجاب، رسالة رآها رؤية العين في اليقظة، وقال له منادي اكتب، وكتب: وارسلها لمن يبلغ وانت تعلم المراد. آيات وإشارات. خلاص جاله منادي هاتف وهو قاعد بيقول له اكتب وارسلها لمن يبلغ وانت تعلم المراد. بيقول لي في اللحظة دي، اول ما قال لي من انت تعلم من هو المراد اللي بلغ الرسالة دي، بيقول لي من كتر ناس كتير جدا، ولكن لم يتبقى احد في دماغي غيرك انت. ايات واشارات تظهر قبل قدوم. هو بقى بداية الكلام اللي هو هيكتبه، والمنادي بيقوله له ايات واشارات تظهر قبل قدوم المختار، منها المئات والمئات، كلها ظهرت إلا المختار. منها هجوم رجال الأعور في كل مكان، لحظة الرجفان بما رأوا بما ينزل من السماء. بص حضرتك اسمع بس: أبلغهم بأن الوقت المعلوم وعلينا بالهجوم، وألا سنكون الخاسرين. يعني في الرسالة أنا أوضح لحضراتكم، لأن الأسئلة دي أنا سألتها ليه. في الجزء ده بيقول لك هجوم رجال الأعور الدجال في كل مكان، لحظة الرجفان بما رأوه في السماء بينزل. إيه اللي بينزل بقى؟ الملائكة. بيقول لي بقى في وسيط للدجال بيبلغ كل الأعوان الموجودين في الدنيا. الوسيط ده بتاع الدجال بيقول لهم إيه؟ الدجال بيقول للوسيط: أبلغهم بأن الوقت المعلوم، الوقت ده معلوم، وعلينا بالهجوم، وألا سنكون الخاسرين. في نقطة هنخليها مش هنقراها دلوقتي تاني عشان دي مهمة جدا، بس نشوف رأي حضراتكم الأول. بيقول لك: وباء قبل ظهور المهدي لا يترك من أهل الشر
إلا الموعودين. الكلمة دي أو الجزء ده عجبني أوي والله العظيم، وأنا بقرأ لحضراتكم أقسم بالله العظيم جسمي بيقشعر. وباء قبل ظهور المهدي لا يترك من أهل الشر إلا الموعودين، إلا الموعودين بلقاء المهدي وعيسى وهم الهالكين والمقتولين. برضو أفسر لحضراتكم الجزء ده، والمراد واللي هو شرحولي إن في ناس كتير جدا من أهل الشر هتكون في أمر كبير جاي، سواء وباء أو أمر كبير جاي، هيكونوا من الضحايا وهيموتوا متعمدين وغير متعمدين. يعني منهم اللي هيسيبهم وهم عاملين حماية بالنسبة لهم هيموتوا عدد كبير، إلا عدد منهم هو هيكون من أهل الشر موجود لوقت كان معلوم. الوقت ده هيكون هم فيه هالكين، لأن هم اتأجلوا موتهم لوقت لقاء المهدي وسيدنا عيسى. في الوقت ده هيكونوا الهالكين، وأكثرهم من اليهود. اسمع بقى، وهم الأشرار يظهرهم الأعور الدجال، يكون له هنا وهناك وتكون بلاد اسمع بقى الجزء اللي جاي بقى، بيقول لك بقى اسمع الجزء ده اللي خلى الأستاذ خالد وهو تعبان بيراجع في الحاجات، قال لي مش ده اللي حصل في بلاد الحرمين يا ابو عبد الرحمن، الكلام ده جالنا من 10 شهور. اسمع بقى الجزء الهام قوي 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 ده، عشان كده محتوى البث ايه اللي انا هشوفه ده وتشوفه حضرتك. وتكون بلاد الحجاز على تغيير منها العجاب في الصحراء يظهر المراد والمعلن بالقدوم بقدوم المختار، إشارة له بالاقتراب. ومن النفخ في المكان، اسمع بقى الجزء ده، ومن النفخ في المكان يتطاير فيه العباد بعد الأضحى في نفس المكان، يتطهر لاستقبال المختار. هي آيات وأنتم غافلون. بص الجزء اللي أنا قلته لحضرتك ده، تعالى من 3-4 أيام كده اللي حصل، الرياح والإعصار الكبير جدا اللي كان بينفق في العباد وكان بتطير. مش ده حصل بالله عليكم؟ مش حصل؟ وفي نفس المكان اللي كان فيه الأضحى، سبحان الله، عيد الأضحى الأساس والبداية من الحرم المكي، مش الأحداث دي حصلت فيه؟ وبقول لك ومن النفخ في المكان يتطاير فيه العباد. المشهد ده ما شفتوش؟ طب صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. والنفخ في المكان يتطاير فيه العباد بعد الأضحى في نفس المكان، يتطهر لاستقبال المختار. هي آيات وأنتم غافلون ولحظات للظهور. تظهر آية من آيات الله تكون لهم إشارة واضحة تأخذ أبصارهم، وهم يشاهدون في السماء ما لا ترى إلا القليل والمختارين. هم كثيرين موجودين وهم من جنود المهدي، ولكن لا يعلمون، ويعلمون أنهم من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.